أهلا بيكم على قناة English World مع أحمد الحمائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة تانية ثانوي دفعة 2025، إن شاء الله في الفيديو ده هنحل مع بعض الجزء المتعلق بتمارين المهارات والاختبار الخاص بالوحدة 12 كتاب جيم. البداية صفحة 290 Reading Comprehension أو قطعة القراءة. بيقول لي London is the capital of Great Britain، يعني لندن هي عاصمة بريطانيا العظمى. It's situated in the southeast of London، يعني موقعها في جنوب شرق لندن. On the river Thames، يعني مطل على نهر التيمز. And there are lots of bridges across the Thames، يعني في الكثير من البريدجز اللي هي الكباري اللي بتعبر نهر التيمز اللي هي فوق يعني. The most famous of these bridges، يعني أشهر هذه الكباري على الإطلاق اللي هو التاور بريدج. الماشينري يعني الآلات اللي draws up اللي هي بترفع الكوبري. When a ship passes under it، يعني لما سفينة بتمر من أسفله. As hidden in the two towers، يعني مخبأة في البرجين اللي هم على جانبي النهر. طيب near Tower Bridge، بالقرب من التاور بريدج. في on the north، على الجانب الشمالي أو على الضفة الشمالية من نهر التيمز. بيقول لي في the Tower of London، يبقى على الضفة الشمالية وبالقرب أو بجوار تاور بريدج في Tower of London. طيب it's a big castle، عبارة عن قلعة. it's oldest part، يعني أقدم جزء هي it's oldest part، يعني أقدم جزء منها اسمه الوايت تاور اللي هو البرج الأبيض. يبقى التاور اوف لندن ده عبارة عن قلعة أقدم جزء فيها اسمه الوايت تاور. ده dates back، يعني بيعود في تاريخه إلى عصر ويليام اللي هو the conqueror الغازي. back in history، بالعودة في التاريخ. التاور ده اللي هو الوايت تاور served as a prison، ممكن تقول عليه بقى الوايت تاور اللي هو البرج الأبيض، أو حتى تاور اوف لندن بصفة عامة، يعني كان يعتبر أحد السجون. now it's one of London main tourist attraction، يعني دلوقتي هو أحد أهم معالم الجذب. يبقى احنا كده بنتكلم عن تاور اوف لندن تحديدا اللي هو وايت تاور. tourists are guided by beef eaters، يعني السياح هناك بيتم استقبالهم أو بيتم الترحيب بيهم أو إرشادهم يعني من قبل فرقة اسمها البيف eaters. بيلبسوا historic uniform، وكمان مش بس كده، ده في البرج ده الكراون جوولز اللي هي الجواهر الخاصة بالتاج are on display، يعني معروضة في هذا البرج. The London home of the Queen، أما بالنسبة لي المحل السكن بتاع ملكة بريطانيا ده باكنغهام بالاس اللي هو قصر باكنغهام. where you can see the changing of the guards، هناك بتشوف الغرف الخاصة بالحراس. the coronation of the kings and queens، وهناك بيتم تتويج الملوك والملكات. in Westminster Abbey، في Westminster Abbey near this enormous church اللي هي بالقرب من الكنيسة الضخمة دي اللي هي Westminster Abbey. there are the houses of parliament، هتلاقي هناك أعضاء البرلمان. the seat of the British government، كمان مقعد الحكومة البريطانية اللي هم أعضاء البرلمان الخاص بالحكومة البريطانية. طيب they consist of a group of buildings، بيتكون بالنسبة للقصر يعني أو المباني الخاصة بالبرلمان Houses of Parliament بتتكون من مجموعة من buildings. among them بين هذه المباني ستيفنسون تاور، في برج اسمه برج ستيفنسون. the famous clock tower، برج ستيفنسون ده اللي هو برج الساعة الشهير الموجود في لندن اللي هو ستيفنسون تاور. يبقى برج الساعة اللي هو ستيفنسون تاور، ده الفيموس كلوك تاور اللي هو برج الساعة. اللي هي بيج بن one of the world's biggest bells، وهي واحدة بيج بن دي تعتبر واحدة من أكبر الأجراس الموجودة في العالم اللي هي جمع جرس يعني. طيب not far from the houses of parliament there is Trafalgar Square، يعني هتلاقي ميدان ترافلجر بالقرب من المنازل بتاع البارليمنت اللي هم البرلمان. يبقى ترافلجر سكوير with Lord Nelson's column، موجود هناك يعني السارية أو العمود الخاص بلورد نيلسون erected in the memory، واللي تم إنشاؤه تخليدا لذكرى أدميرال نيلسون هو against the Spanish، اللي هو فاز بالحرب ضد الأسبان في معركة ترافلجر. London is also famous its park، يعني مشهورة ب famous for its park، مشهورة بالمنتزه بتاعها. there is Hyde Park، يعني في منتزه هايدي بارك. there is
St. James Park حديقة جيمس بارك which is the oldest and there's Regent's Park وكمان في حديقة Regent which houses the London Zoo اللي فيها حديقة حيوان لندن. In former times في العصور السابقة all the parks were royal gardens. كل الحدائق دي كانت حدائق ملكية. Apart from sightseeing بعيدا عن كونها من معالم الجذب أو الأماكن اللي تستمتع برؤيتها يعني tourists also love shopping in London. السياح بيحبوا التسوق في لندن. You will find the big stores. هتلاقي المحلات الضخمة in Oxford Street في شارع Oxford and the smaller shops. وهتلاقي المحلات الصغيرة in the little side streets في الشوارع الجانبية الضيقة أو الصغيرة يعني. طيب تعال نروح لأول سؤال في القطعة بيقول لي What's Big Ben؟ بيج بن اللي هي ساعة بيج بن قلنا عبارة عن إن هي أكبر جرس موجود في لندن من أكبر الأجراس الموجودة في العالم. يبقى أبل اللي هي الاختيار الأول. طيب لندن is situated قلنا لندن بتقع فين؟ قلنا in the south east يعني في الجنوب الشرقي من إنجلترا. يبقى الاختيار دي the south east of England. طيب السؤال الثالث بيقول لي what's the river؟ إيه النهر اللي بيمر عبر لندن؟ طبعا اللي هو the Thames اللي هو نهر تايمز أو نهر تيمز. السؤال الرابع how many towers has Tower Bridge؟ عدد الأبراج اللي بيتكون منها تاور بريدج. قلنا هما برجين على جانبي النهر يبقى 2 اللي بيتحط فيهم الماشينري أو الآلات اللي بتستخدم لرفع الكوبري. طيب تعال نروح للسؤال الخامس بيقول لي what's the oldest park؟ أقدم جزء من أجزاء تاور of London يبقى على طول كان الوايت تاور اللي هو البرج الأبيض. البرج الأبيض. طيب نروح بعد كده للسؤال السادس بيقول لي what's the greatest attraction at the Tower of London؟ إيه أكبر معالم الجذب الموجودة في برج لندن؟ على طول هتلاقيها اللي هي الكرون جولز اللي هي المجوهرات أو الكرون جولز المجوهرات بتاعة التاج. 7 بيقول لي where's the queen live أو where does the queen live؟ الملكة بتعيش فين؟ قلنا في قصر باكنغهام يبقى in Buckingham Palace. طيب السؤال الثامن بيقول لي where's London Zoo؟ London Zoo قلنا موجودة في حديقة Regents يبقى in Regent's Park اللي هي الاختيار C. طيب نروح بعد كده لأسئلة الترجمة. الجملة الأولى بيقول لي scientific research يعني البحث العلمي proved that يعني أثبت there are different kinds of food إن في أنواع مختلفة من الطعام which have a great effect اللي ليها تأثير كبير on preventing the elderly from having cancer على حماية كبار السن يعني أو منع إصابة كبار السن بالسرطان such as garlic زي الثوم وكمان الكابج اللي هو الكرنب. لو بصيت على الاختيارات هتلاقي أنسب اختيار اللي هو B. أثبت البحث العلمي أن هناك أنواع عديدة من الغذاء لها تأثير كبير على حماية كبار السن من السرطان مثل الثوم والكرنب. طيب تعال نشوف الأخطاء في باقي الاختيارات. على طول هنلاقي الخطأ في الاختيار الأول الأبحاث العلمية والأغذية بدل الغذاء. والخطأ في الاختيار C لقد تم إثبات أن بالبحث العلمي الصيغة بتاعت الجملة خاطئة. والخطأ في الاختيار D هناك أنواع مختلفة من الطعام ليس لها تأثير كبير على تجنب السرطان. طيب تعال نروح للجملة رقم 2 بيقول لي encouraging young inventors يعني عايز أقول إن تشجيع المخترعين الصغار أو المخترعين الشباب يعني أو اليونج هنا هنقول المخترعين الصغار can provide us with suitable technological solutions يعني ممكن provide us يعني يوفر لنا أو يزودنا بالحلول اللي هي suitable الملائمة والتكنولوجية الحلول التكنولوجية الملائمة for our problems لمشاكلنا. These inventors هؤلاء المخترعين can be the hope for a better society يعني ممكن يكونوا هم الأمل for a better society لمجتمع أفضل في مصر. طيب لو بصيت على الاختيارات هتلاقي الاختيار دي إن تشجيع المخترعين الصغار يمكن أن يزودنا بالحلول التكنولوجية المناسبة لمشكلتنا وقد يكون هؤلاء المخترعون الأمل لمجتمع أفضل في مصر. تعال نشوف الأخطاء في باقي الاختيارات. على طول هتلاقي الخطأ في الاختيار الأول يمكننا تشجيع والخطأ في الاختيار B التكنولوجيا أو الحلول التكنولوجية المتطابقة والخطأ في الاختيار C الحلول التكنولوجية الأنسب والأمل الأفضل. طيب تعالوا نروح للجملة رقم 3 بيقول لي some experts يعني بعض الخبراء believe that يعني بيعتقدوا إن the coming decades will witness إن العقود القادمة دي will witness يعني سوف تشهد shortage of food يعني نقص في الغذاء as a result of overpopulation ناتج عن الزيادة السكانية. genetic engineering الهندسة الوراثية is one of the solutions يعني واحدة من الحلول to this problem لهذه المشكلة. على طول لو بصيت على الاختيارات هتلاقي الاختيار الأول يعتقد بعض الخبراء أن العقود القادمة ستشهد نقصا في الغذاء نتيجة للزيادة السكانية وتعتبر الهندسة الوراثية أحد حلول هذه المشكلة. تعال نشوف الأخطاء في باقي الاختيارات. على طول هتلاقي الخطأ في الاختيار B يؤمن وكمان زيادة في الغذاء والهندسة العمرانية والخطأ في الاختيار C في بداية الجملة قد يعتقد والخطأ في الاختيار D
ستشهد انتقاصا في الغذاء. طيب وكمان عندي الهندسة المعمارية خطأ. طيب تعال نشوف الجملة رقم 4 ترجمة من عربي لإنجلش. بيقول لي يشكل الوالدين أو الوالدين شخصية أبنائهم وبناتهم منذ بداية طفولتهم، فهما يعلمانهم القيم والعادات، وأيضا يشاركانهم الاهتمامات والألعاب، ويطوران الروابط العاطفية معهم. على طول لو بصيت على الاختيارات هتلاقي أنسب اختيار اللي هو C. Parents يعني الوالدين form their sons يعني بيشكلوا their sons and daughters character شخصية أبنائهم أو بناتهم سواء من الذكور أو الإناث يعني. From the beginning of their childhood وده من بداية طفولتهم. They teach them بيعلموهم ال values اللي هي القيم وال habits اللي هي العادات as well أيضا يعني. Share their interests يعني they teach as well share their interests وكمان بيشاركوهم الاهتمامات والجيمز اللي هي الألعاب وdevelop وبيطوروا عندهم الايموشنال تايز اللي هي الروابط العاطفية with them معهم. طيب تعال نشوف الأخطاء في باقي الاختيارات. على طول هتلاقي الخطأ في الاختيار A provide وhobbies أو hobbies، وهتلاقي الخطأ في الاختيار B habitats، والخطأ في الاختيار الأخير parents free. طيب تعال نروح للجملة رقم 5. بيقول لي يؤكد الأطباء أن الحياة الصحية وممارسة التمرينات بانتظام من أهم وسائل الوقاية من الأمراض، لأن ذلك يدعم جهاز المناعة الذي يستطيع مقاومة الأمراض. لو بصيت على الاختيارات هتلاقي أنسب اختيار اللي هو دي doctors يعني الأطباء assert يعني بيأكدوا that a healthy life إن الحياة الصحية، وكمان practicing exercises ممارسة التمارين regularly بانتظام are among the most important ways من بين أهم الوسائل of preventing disease اللي هي وسائل الوقاية من الأمراض. That's because وده لأن هذا بيدعم الاميون سيستم اللي هو نظام المناعة أو جهاز المناعة يعني which can resist disease اللي هو ممكن يقاوم diseases اللي هي الأمراض. طيب تعال نشوف الأخطاء في باقي الاختيارات. على طول هتلاقي الخطأ في الاختيار A كلمة health وكلمة protecting، والخطأ في الاختيار B reassure، والخطأ في الاختيار C one of وthat's why. طيب تعال نروح للجملة 6. بيقول لي نبهت الأزمات المختلفة التي مر بها العالم إلى أهمية الاكتفاء الذاتي وخاصة في مجال الغذاء، لأنها أدت إلى تعطل النقل وزيادة الأسعار بشكل كبير. لو بصيت على الاختيارات هتلاقي الاختيار B the various crises يعني الأزمات المتعددة أو الأزمات المختلفة that أو the world has experienced اللي مر بها العالم يعني have altered the importance of self-sufficiency. have altered يعني نبهت يعني alerted have alerted يعني نبهت العالم إلى أهمية السيلف sufficiency اللي هو الكفاية الذاتية أو الاكتفاء الذاتي especially خاصة في مجال الغذاء. that's because وده لأن هذه الأزمات led to أدت إلى transport distributions اللي هي تعطل النقل و greatly increased prices وزيادة الكبيرة في الأسعار. طيب تعال نشوف الأخطاء في باقي الاختيارات. على طول هتلاقي الخطأ في الاختيار الأول في كلمة disasters وكمان self efficiency وكمان that's ace، والخطأ في الاختيار C department، والخطأ في الاختيار D اللي هي experimented. نروح بعد كده لصفحة 294 الاختبار الخاص بالأزهر. بيقول لي أحمد is going to buy a piece of land in مطروح، يعني أحمد هيشتري قطعة من الأرض في مطروح and his cousin مع ابن عمه اللي هو اسمه مجدي، أو and his cousin ابن عمه مجدي who lives there is going to help him، يعني هو هيشتري قطعة أرض وابن عمه أصلا اللي هو عايش في مطروح هيساعده. في بداية الكلام أحمد hi مجدي have you found the piece of land I asked you to buy for me، هل أنت لقيت قطعة الأرض اللي أنا طلبت منك إن أنت تشتريها لي؟ فمجدي قال له yes I have يعني أيوة وجدتها يعني. فأحمد is it by the sea على البحر على طول يعني. فقال له no it's not by the sea but it has a good position، هي مش جنب البحر بس موقعها جيد يعني. طيب سؤال إجابته it's about 350 square meters يعني 350 متر يعني، يبقى المساحة اللي هو سؤال عن المساحة how big is it. طيب أوكي طبعا رد على المجهود واللي هو عمله ابن عمه مجدي، فهيقول له thank you أو thanks، فرد عليه قال له مجدي you are welcome، أو مجدي هيرد عليه يعني يقول له you are welcome. طيب نروح للمسرحية. بيقول لي what did Edmund do after he was badly hurt، يعني الإصابة الأخيرة لإدموند وخلاص كان على وشك الموت عمل إيه؟ قلنا he confessed his guilt يعني اعترف بذنبه and asked Albany وطلب من Albany إن هو ينقذ كينج لير and كورديليا. طيب السؤال التاني what was Albany plan، إيه كانت خطة Albany بعد موت كورديليا وجنرال وريجين.
قلنا إن هو حاول يعوض الملك بأي طريقة، وقال كمان إن هو he would resign يعني إن هو هيستقيل من منصبه، مش هيقبل كونه الملك يعني، and give his power back وهيعطي أو هيعيد القوة والمنصب مجددا إلى الأولد كينج. طيب السؤال التالت بيقول لي A is a type of bed يعني نوع من السرير بيستخدم لحمل الأشخاص اللي هم مصابين، يبقى احنا كده بنتكلم عن الستريتشر اللي هي النقالة. طيب why did Reagan feel ill؟ ليه ريجن حست إن هي مريضة؟ قلنا على طول إن general gives her prison يعني general سممتها. الترجمة بيقول لي when reading any news or article يعني لما تيجي تقرأ أي خبر أو مقالة you must be able to distinguish لازم تكون قادر على التمييز ما بين الفاكتس والopinions اللي هي الحقائق والآراء. طيب بعد كده بيقول لي قدمت نسيبة بنت كعب مثالا مشرفا لدور المرأة المسلمة في الدفاع عن الإسلام. يبقى على طول نسيبة بنت كعب provided an honorable example يعني قدمت مثالا مشرفا of the role of Muslim أو Muslim women على دور المرأة المسلمة in defending Islam في الدفاع عن الإسلام. طيب نروح بعد كده الاختبار الخاص بالوحدة. بيقول لي the businessman is a supporter of sports and he is the sponsor of some young athletes. عايز أقول إن رجل الأعمال ده متحمس جدا أو داعم متحمس أو عنده شغف كبير للرياضة، وهي از سبونسر يعني هو الراعي بتاع العديد من الرياضيين الشباب. يبقى احنا كده بنتكلم ان هو passionate supporter يعني داعم عنده شغف او حماس كبير يعني. 2 بيقول لي there should be more laws يعني لازم يكون فيه المزيد من القوانين to enhance environmental and wildlife يعني عشان نعزز او ندعم environmental والwild life conservation اللي هو الحفاظ على البيئة والحياة البرية. طيب يبقى conservation اللي هي الاختيار C. 3 my friend won the first prize يعني صديقي فاز بالجائزة الأولى in the art at university. يبقى احنا كده بنتكلم عن المسابقة الفنية اللي هي art competition. طيب 4 the young man is wanted by the police يعني الشاب ده مطلوب من قبل البوليس. عايز أقول كنتيجة لجرائمه أو كشيء يعني accessory to the murder إن هو على صلة as an accessory to the murder لصلته بجريمة القتل اللي حصلت يعني. أو نقدر نقول يعني إن هو accessory to the murder ممكن تديني معنى التعبير على بعضه كده accessory to the murder يديني معنى إن هو متواطئ مع القاتل بمعنى كان شريك معاه أو متواطئ معاه يعني. طيب 5 بيقول لي students must be taught to do their best يعني الطلبة لازم يتم تعليمهم إن هم يبذلوا قصارى جهدهم to their goals على طول عشان يحققوا أهدافهم. يبقى achieve their goals اللي هي الاختيار B. يبقى achieve their goals بمعنى يحققوا أهدافهم، أما set their goals بمعنى يحددوا أهدافهم. طيب 6 بيقول لي much of the crime in this area is related to معظم الجرائم في المنطقة دي related to drug abuse مرتبطة بتعاطي المخدرات. عايزين السينونيم بتاع related اللي هي مرتبط بيه يبقى على طول associated اللي هي الاختيار C. طيب 7 despite his hard work على الرغم من عمله الجاد the project ended in يعني المشروع انتهى بالفشل بسبب نقص التمويل اللي هو lack of funding يبقى على طول ended in failure. طيب 8 بيقول لي they have 3 sons أنا كده بتكلم عن عاقل وبعدين فعل يبقى على طول هو أو that وما إن في كوما قبل العبارة الموصولة يبقى على طول هنروح لضمير الوصل اللي هو هو. طيب this is a restaurant I usually go for meals. لو أنت أخدت بالك I usually go for meals يعني أنا عادة بذهب في الوجبات بتاعت لتناول الوجبات إلى هذا المطعم يبقى to the restaurant. زي ما اتفقنا بقى إن أنت كده عايز to which يا إما where يا إما to which يا إما where الموجودة عندي في الاختيارات يبقى على طول to which لأن أنت لما تيجي توصل هنا كده مبدئيا هتحط حرف الجر to وتشيل المطعم اللي هو غير عاقل وتحط مكانه which أو تشيل to which على بعضها وتحط مكانها ظرف الوصل زي ما اتفقنا اللي هو we. طيب 10 the boys عايز أقول الأولاد اللي هم عايشين أو آسف كده lives حيواتهم أو حياتهم يعني كده lives ده اسم ملك للأولاد لأن بعدها الفعل we يعني الأولاد اللي حياتهم أنقذت by the policeman بواسطة رجال الشرطة are fine now يعني دلوقتي بحال جيد يبقى على طول whose اللي حياتهم ضمير وصل لبيان الملكية. طيب 11 بيقول لي confusing topics يعني الموضوعات المربكة are well expressed can be understood اللي هي بيتم شرحها بشكل كويس. يبقى احنا كده بنتكلم عن غير عاقل وبعدين فعل يبقى على طول هو أو which أو that يبقى موجود عندي that اللي هي الاختيار B. طيب 12 بيقول لي the questions in the exam were specially chosen الأسئلة الموضوعة في الامتحان أو اللي تم طرحها في الامتحان تم اختيارها بعناية. يبقى أنت كده عايز which were asked شيل which were اللي هي حالات الحذف ويفضل التصريف الثالث. طيب نروح للجملة رقم 13 بيقول لي we stayed in a hotel يعني عايزين نكمل الجملة دي احنا قعدنا في فندق where every room had
a broadband connection يعني كل غرفة كان فيها اتصال إنترنت سريع. يبقى على طول اتصال إنترنت كان موجود بداخل الغرفة، يبقى أنت عايز ظرف الوصل اللي هو where، يبقى الاختيار الأولاني هو الاختيار الصحيح. طيب which every room had a broadband connection يعني اللي كل غرفة كان فيها broadband connection in، يعني أنت كده فاضل لك حرف الجر in بمعنى في الغرفة يعني، أو على الأقل تبقى in which every room had a broadband connection. طيب that every room had a broadband connection برضو محتاجة حرف الجر in. every room had a broadband connection محتاجين الوصل in which أو where. طيب تعالى بعد كده نروح للجملة رقم 14 أو نروح ل reading comprehension أو قطعة الفهم. بيقول لي كارل بنز اللي هو مخترع سيارة مرسيدس بنز. كارل بنز invented the modern car يعني اخترع السيارة الحديثة في 1888 وده تحديدا في ألمانيا. Emily Roger worked for Benz in France وإيميلي روجر كان شغال لدى بنز في فرنسا. He made cars in France صنع سيارات في فرنسا قبل سنة 1900. Many people were building cars in France and in the United States. بدأت الناس فعلا في تصنيع السيارات في فرنسا، يعني البداية كانت في ألمانيا، وبعد كده قبل حلول سنة 1900 كان الناس فعلا بتصنع سيارات سواء في فرنسا أو في الولايات المتحدة. The first company to build only cars was Panhard et Levasseur in France. يعني أول شركة to build only cars كانت مخصصة فقط للسيارات، أول مصنع لإنتاج السيارات ما بيعملش أي حاجة غير إنتاج السيارات كان اسمه Panhard et Levasseur، اسم فرنسي يعني. Panhard started المصنع ده تحديدا بدأ في 1889. The Peugeot car اللي هي سيارات البيجو، سيارة البيجو أو شركة إنتاج سيارات البيجو بدأت in 1891 في 1981 في فرنسا. In the United States في الولايات المتحدة Frank and Charles Deria started the Deria Motor Wagon Company. بدأوا شركة في أمريكا بقى فرانس وتشارلز ديريا بدأوا شركة اسمها The Deria Motor Wagon في 1893 في 1893. It was the first أول شركة سيارات أمريكية. By 1902 قبل 1902 Ransom E. Olds يعني بدأ شركة جديدة اسمها The Olds Motor Vehicle، شركة مخصصة لصناعة السيارات اسمها Olds Motor Vehicle أو The Olds Motor Vehicle. A year later بعد سنة هنري فورد سيارة فورد بقى started the Ford Motor Company، بدأ شركة موتور فورد. It produced the Cadillac، أنتجت السيارة اللي هي الكاديلاك. All these early modern cars كل السيارات الحديثة دي كانت بتشتغل بالجازولين والديزل. فورد opened factories يعني فورد فتحت مصانع ليها سواء في فرنسا أو في بريطانيا in 1911. Then they opened a factory وبعدين فتحوا مصنع في الدنمارك 1923. Later وبعد كده فتحوا مصنع في ألمانيا نفسها اللي كانت بداية صناعة السيارات 1925. Ford was one of the first manufacturers to use يعني كانت من أوائل المصنعين، واحدة من أوائل المصنعين اللي هي تستخدم assembly line. was assembly line اللي هو خطوط الإنتاج يعني. الفاكتوري workers could produce خطوط إنتاج متصلة ببعضها خطوات كل خطوة بتسلم التانية. بقت تنتج الكارز faster and safer يعني بشكل أسرع وأأمن أكتر من أنظمة الإنتاج التانية يعني. most modern cars still burn gasoline يعني معظم السيارات الحديثة ما زالت بتحرق الجازولين والديزل الوقود بتاعها يعني. These cars cause air pollution والعربيات دي بتسبب تلوث الهواء. They get the air dirty. Now many people are looking for cleaner cars. دلوقتي الناس بتدور على عربيات صديقة للبيئة أكتر. And many car companies are looking for cleaner fuels. وشركات السيارات دلوقتي بتدور على أنواع وقود أكثر نظافة يعني. طيب السؤال رقم 14 بيقول لي which company first built only cars؟ أول شركة تخصص فقط لإنتاج السيارات كانت بانهارد زي ما اتفقنا. طيب الفيول is إيه الوقود ده؟ يبقى على طول what makes cars move هو اللي بيخلي السيارات أو المركبات بصفة عامة تتحرك يعني. 16 what is an assembly line؟ يعني إيه هو الخط اللي هو قلنا assembly يعني خط مترتب مراحل مترتبة على بعضها. طيب بيقول لي a way of making products طريقة في إنتاج المنتجات تمشي. a safe way طريقة آمنة لإنتاج المنتجات برضه تمشي. طريقة سريعة لإنتاج المنتجات يبقى على طول all of the previous. كل الإجابات دي بتنطبق على الأسمبلي لاين. 17 the Ford Motor Company يعني شركة فورد لإنتاج السيارات بدأت إمتى؟ يبقى أو بدأت مصنعها في ألمانيا قلنا في 1925.
بدأت مصنع في ألمانيا في 1925. طيب The Peugeot Car Company، شركة بيجو بدأت إمتى؟ قلنا 19 أو 1891 1891. طيب The Assembly Line was idea. الأسمبلي لاين دي كانت فكرة إيه؟ يبقى على طول فورد اللي هي هنري فورد. The place where people make things، يعني المكان اللي بيصنع فيه ناس الأشياء، ده اسمه على طول factory اللي هو المصنع. طيب the cars using are considered، تعتبر صديقة للبيئة. العربيات اللي بتستخدم إيه؟ يبقى العربيات الكهربائية اللي بتستخدم الإلكتريسيتي يعني الكهرباء. طيب تعالى نروح للترجمة. بيقول لي opposing terrorism يعني مواجهة الإرهاب. opposing terrorism يعني مواجهة الإرهاب has been tried by many countries around the world. يعني يعني تمت محاولة مواجهة الإرهاب by many countries بواسطة العديد من الدول حول العالم. يعني ممكن نقول إن في العديد من الدول حول العالم حاولت مواجهة الإرهاب ده أو معارضته. yet ولكن terrorists الإرهابيين are still getting support، ما زالوا بيحصلوا على الدعم from various organizations من منظمات مختلفة to achieve their illegal goals عشان يحققوا أهدافهم الغير قانونية in many countries في العديد من البلدان. يبقى على طول هنروح للاختيار دي. لقد حاولت العديد من الدول حول العالم مناهضة الإرهاب، ومع ذلك لا يزال الإرهابيون يحصلون على الدعم من مختلف المنظمات لتحقيق أهدافهم غير القانونية في العديد من البلدان. طيب تعال نشوف الأخطاء في باقي الاختيارات. على طول هتلاقي الخطأ في الاختيار الأول معارضة الإرهاب تمت، والخطأ وكمان في مختلف الجهات، والخطأ في الاختيار B لم تحاول العديد من الدول مناهضة الإرهاب، والخطأ في الاختيار C الدول إن هي حاولت أن تتوقف عن معارضة الإرهاب. طيب تعال نروح للجملة رقم 23 أو سؤال الترجمة من عربي لإنجلش. بيقول لي تشتهر مصر بكثير من الأماكن الرائعة التي تجذب السائحين من جميع أنحاء العالم. لو أحسننا استغلالها لأصبحنا من أغنى الدول بسبب العملة الصعبة التي يمكن أن نحصل عليها من السائحين القادمين إلى مصر. لو بصيت على الاختيارات هتلاقي الاختيار C اللي هو بيقول لي Egypt is famous for many amazing places، يعني مصر بتشتهر بالكثير من الأماكن الرائعة that attract tourists اللي هي بتجذب السياح from all over the world من كل أنحاء العالم. if we exploited them well، يعني لو أحسننا استغلال الأماكن السياحية دي أو معالم الجذب السياحي دي we would become one of the richest countries، هنبقى واحدة من أغنى الدول because of the hard currency، بسبب العملة الصعبة we can get from the tourists اللي هنحصل عليها من السياح اللي هم بيأتوا إلى مصر. تعال نشوف الأخطاء في باقي الاختيارات. طول هتلاقي الخطأ في الاختيار الأول Egypt famous for المفروض فيه us، والخطأ في الاختيار B Egypt is knowing for المفروض Egypt is known for، والخطأ في الاختيار الأخير areas that attract tourists المفروض attract tourists يعني مناطق بتجذب السياح. طيب تعال نروح بعد كده للأسئلة الخاصة بالبلاي أو المسرحية. بيقول لي if you were Edgar، يعني لو أنت مكان Edgar would you fight and kill your own brother، هل هتقاتل وهتقتل أخوك شقيقك يعني أو أخوك، وليه هتعمل كده أو مش هتعمل؟ who do you think the most hateful female character in the play is، مين أكتر شخصية من النساء اللي موجودين في المسرحية أسوأهم مين يعني أو أكثرهم بغضا بالنسبة لك. طيب what do you think of the end of the play، إيه رأيك في نهاية المسرحية؟ يبقى على طول في إجابة السؤال الأول هتقول no I wouldn't، يعني طبيعي أنا مش هحاول أقتل أخويا because I would أو but I would have tried to talk to him، كنت هحاول أتكلم معاه بكل الطرق and stop him from his evil deeds، وأحاول أمنعه من القيام بالأفعال الشريرة اللي هو كان بيعملها دي. أما في السؤال التاني بيقول لي إيه أكتر شخصية كريهة في الشخصيات اللي هي الفيميل، الشخصيات المؤنثة يعني في الرواية أو المسرحية. I think it was Goneril تحديدا، لأن هي killed her sister يعني قتلت أختها، وكمان betrayed her father وخانت والدها. طيب what do you think، إيه رأيك في نهاية المسرحية؟ It's a very sad ending، يعني نهاية أو it's a very sad end يعني نهاية حزينة جدا because King Lear and Cordelia died، لأن الملك لير وكورديليا ماتوا after suffering in prison يعني بعد المعاناة في السجون أو في السجن يعني. بكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. ادعمنا بلايك وشير للفيديو واعمل اشتراك في القناة، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان توصلك إشعاراتنا. سلام.